يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. لو فاكر إنك شفت كل حاجة في الدنيا، فالفيديو ده معمول عشان يوريك إنك لسه ما شفتش أي حاجة. مستعد تشوف حشرة بتعيش أكتر من البشر، أو كلب عضلاته بتتحول لمكنة قتل ما بيوقفهاش حد؟ النهاردة هنكسر كل الخطوط الحمراء، هنروح للصين ونشوف مزارع أغرب من الخيال، ونعدي على الهند نشوف عادات تكسر الرقبة، ونختمها بمشاهد من الواقع المر للي بيحصل على الطريق. الفيديو ده للناس اللي قلبها جامد وبس. لو انت منهم كمل معايا للآخر ويلا بينا. تعال أوريك النهاردة أغرب حشرة ممكن تقابلها، وهي ملكة النمل. دي يا سيدي حجمها بيوصل لقد كف الإيد، وطول حياتها بتعمل حاجة واحدة بس، بتبيض. انت متخيل انها بتنتج في اليوم الواحد أكتر من 30,000 بيضة؟ والأخطر من كده إنها المحرك الأساسي للمستعمرة. لو حصل فيضان، النمل بيضحي بنفسه ويعمل مركب حي من أجسامهم عشان يشيلوا الملكة ويضمنوا إنها تعيش. واللي هيجننك فعلا إنها مش بتموت بسرعة زي باقي الحشرات، دي بتقدر تعيش أكتر من 50 سنة، يعني عمر إنسان كامل وهي مكانها تحت الأرض. ومن عالم الحشرات تعالوا نشوف مكنة القتل اللي عضلاتها تخوف. تعال بقى أوريك أخطر كلب في الشارع اللي الناس كلها بتخاف منه، وبيسموه مكنة القتل. الكلب ده يا سيدي عنده كتلة عضلات مش موجودة عند إنسان، وأخطر حاجة فيه هي العضة بتاعته. كلب البيتبول عضته بتوصل قوتها ل 235 رطل على البوصة الواحدة، يعني بتقفل على العظم وتكسره بكل بساطة وكأنها مقص حديد. والمعلومة بقى إن الكلب ده وقت الهجوم جهازه العصبي بيفرز كمية أدرينالين خرافية بتخليه ما بيحسش بالوجع تماما، يعني مهما انضرب أو اتعور بيفضل مكمل وما بيسيبش فريسته غير وهي جثة. وبعد ما شفنا الكلاب، تعالوا نروح الهند ونشوف عظمة من نوع تاني خالص. تعال بقى أوريك أكبر عمة في العالم. ولو فاكر إن عمة الصعيد عندنا هي الكبيرة، فأنت غلطان. دي عمة في الهند طولها بيوصل ل 300 متر، ووزنها معدي 30 كيلو. وخد المعلومة دي بقى، العمة دي بيلبسها طائفة اسمها الني هانج، ودي تبع لقبيلة السيخ المشهورة في الهند. هم بيعتبروا العمة دي مش مجرد لبس، دي هيبة ومكانة. والمحاربين بتوعهم زمان كانوا بيلبسوها عشان يحموا دماغهم في الحروب. ومن تقاليد في الهند لتقاليد الأكل الغريبة في الصين واليابان. لو سافرت الصين هتشوف حاجات مرعبة. هناك بياكلوا الفيران عادي، وكمان الموضوع واصل لمستوى تاني خالص، عاملين لها مزارع مخصوص عشان يربوها. والمعلومة اللي هتجننك إن الفيران دي بتتباع بالكيلو، وسعرها أحياناً بيبقى أغلى من اللحمة، وبيعتبروا لحمها منجم فيتامينات وبيرفع المناعة، وبيتقدم كوجبة فخمة في العزومات الكبيرة. يعني اللي انت بتجري منه هم بيدفعوا فيه فلوس وبيربوه عشان ياكلوه بالهنا والشفا. سيبك ده من الأكل والكلام ده كله، وركز في اللي جاي عشان ده فيه حياة أو موت. تعال بقى أوريك المشاهد اللي بتتصور على الطريق، اللي بتنتهي بكوارث مفيش حد بيقدر يسيطر عليها. اللي انت شايفه ده سببه الأول والأخير هو الإهمال. إهمال بيضيع أرواح في ثانية. والمعلومة اللي توجع القلب إن التقارير بتقول إن في شخص بيموت كل 24 ثانية بسبب حوادث الطريق حول العالم. يعني على ما تخلص المقطع ده هيكون في أرواح راحت، والسبب غالبا موبايل أو سرعة أو استهتار زي اللي قدامك. واللي فات ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. انت تعرف ان الهند هي امبراطورية البواريك في العالم؟ مش عايزك تستغرب، ده في تجارة هناك بمليارات الدولارات قايمة على الشعر الطبيعي. والمعلومة اللي هتجننك إن أغلى أنواع البواريك في العالم بتيجي من تبرعات الناس لشعرها في المعابد الهندية كنوع من الطقوس. الشعر ده بيتجمع، يتنظف ويتصدر لأوروبا وأمريكا، وسعر الباروكة الواحدة ممكن يوصل ل$5000. أدينا شفنا سوا عجائب الدنيا في رحلة سريعة، من أول ملكة النمل اللي حجمها يذهل لحد ما وصلنا لبزنس الشعر اللي بمليارات في الهند. كوكبنا ده يا جماعة كل ما تقول إنك شفت فيه كل حاجة بيطلع لك بحاجة تانية أغرب من الخيال بكتير. دلوقتي بقى الدور عليكم، انزلوا تحت في التعليقات وقولوا لي إيه أكتر معلومة من الستة اللي قلناهم النهاردة قلبت دماغكم وما كنتوش تتوقعوها أبداً. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك المتين وتعملوا فولو عشان تنضموا لرحلتنا اللي جاية، لأن اللي محضرينه المرة جاية حرفياً ملوش وصف وهيبهركم أكتر. نتقابل الفيديو اللي جاي على خير.
سلام.